متخيل ان عبد السلام النابلسي اللي خلى مصر كلها تضحك كان ممكن ما يمثلش خالص بسبب اعتراض اهله؟ وده غير انه اتظلم كتير رغم موهبته الخارقه. في الحلقه دي هنعرف ازاي بقى امير الكوميديا واسرار محدش يعرفها عن حياته الصعبه. انا مريم محمد وده برنامج اسرار مشاهير العرب. عبد السلام النابلسي الراجل اللي خلى الضحك يبقى فن راقي، ومن اول ظهور ليه الجمهور وقع في حبه. بس ورا الكاميرا النابلسي عنده حكايات واسرار ومواقف صعبه هتخليك تشوفه بنظره تانية خالص. في الحلقه دي هنتكلم عن ارقامه القياسيه واصعب المواقف اللي عدت عليه والظلم اللي اتعرض له، وكمان ثروته اللي ضاعت بسبب الديون. عبد السلام النابلسي اتولد سنه 1899 في طرابلس في لبنان لعيله ازهريه محافظه، ودرس في الازهر الشريف في القاهره، وده خلاه يتقن اللغه العربيه الفصحى بطلاقه. كان عاوز يبقى صحفي وبدأ يكتب مقالات نقدية في الصحف، وده خلى المنتجين يلفتوا نظرهم ليه، وفعلا بدأ يمثل في بداية الثلاثينات، وأول أفلامه كان واخذ الضمير سنة 1931. موهبته في الكوميديا واللغة خلت المخرجين يطلبوه في أفلام كتير، وبدأ يكسر الدنيا بأفلامه مع نجوم زي فريد الأطرش وإسماعيل ياسين وعبد الحليم حافظ. عبد السلام النابلسي عنده أرقام تخلي أي ممثل تاني يحس إنه بيتفرج، زي مثلا إنه شارك في أكتر من 100 فيلم خلال 30 سنة، شارك مع كبار المخرجين زي يوسف شاهين وصلاح أبو سيف، وعمل أدوار خالدة في أفلام زي حلاق السيدات وشارع الحب وإسماعيل ياسين في البوليس. مفيش نجم عمل أفلام مع نجوم كبار زي فريد الأطرش وعبد الحليم حافظ وليلى مراد وشادية. أما بقى عبد السلام النابلسي كان بيعشق القراءة، وكان بيقرأ كتب الفلسفة والأدب، وده خلى طريقته في الكلام مختلفة عن باقي نجوم جيله. وكان عنده حاجة غريبة جدا، كان بيخاف من الزواج، رغم ان النابلسي كان شكله أنيق وجذاب لكنه كان بيخاف من الزواج، وفضل أعزب لحد ما اتجوز في السر وهو عنده 60 سنة. أما بقى موقفه مع الدين رغم أدواره الكوميدية، إلا ان عبد السلام كان ملتزم بالصلاة وقراءة القرآن، وده خلاه محبوب حتى بين علماء الأزهر. عبد السلام كان بيعشق الأكل السوري واللبناني، وبيحب الساعات الفخمة، ودايما كان بيلبس بدل شيك جدا رغم انه كان بسيط. عبد السلام النابلسي للأسف ما خدش جوائز كتير رغم شعبيته الجارفة، لكنه تم تكريمه بعد رحيله في مهرجانات زي القاهرة السينمائي، واتعملت أفلام وثائقية عنه. وفي سنة 2000 تم منحه جائزة تقديرية من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن مشواره الفني، وكان تكريمه الأكبر من الجمهور اللي لحد دلوقتي بيشوف أفلامه وبيعتبره أيقونة الكوميديا اللي مفيش زيها. رغم شهرة عبد السلام النابلسي إلا إنه تعرض لظلم كبير بسبب الضرايب اللي خدت منه فلوس كتير جدا، ده غير إن المنتجين بطلوا يستعينوا بيه في الستينات، وده خلاه يمر بأزمة مالية كبيرة. في آخر أيامه النابلسي كان عايش في لبنان، واضطر إنه يشتغل في مسرحيات بسيطة عشان يقدر يصرف على بيته، ومات سنة 1968 بسبب أزمة قلبية وهو عليه ديون كتير. ورغم كده الناس فضلت تفتكره بالضحكة اللي ما بتنتهيش. عبد السلام النابلسي كان في عز مجده بياخد 500 جنيه في الفيلم، وده كان رقم ضخم جدا وقتها، لكن بسبب الضرايب والأزمات الثروة راحت ومات عليه ديون كتير. كان عنده شقة في القاهرة لكنه اضطر انه يبيعها عشان يسدد ديونه، وده خلى نهايته تكون حزينة رغم انه ضحك الملايين. دي كانت حكاية عبد السلام النابلسي، الراجل اللي خلى الضحك يبقى فن راقي، واللي رغم كل الظلم اللي تعرض له فضل ضحكته عايشة معانا. ايه اكتر مشهد حبيته ليه؟ شاركونا في التعليقات، وما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد عن نجوم الزمن الجميل. اشوفكم الحلقة الجاية.